السلام عليكم. خلونا اليوم نبعد عن الألعاب وفيديوهات الألعاب ونقول لكم قصة اللاعب رقم 0. في عالم الألعاب دايما بنبحث عن المتعة والتحدي والهروب من الواقع لشوية وقت، بس كيف لو كانت اللعبة نفسها اللي احنا قاعدين بنلجأ لها وبنهرب من الواقع وبنستمتع واحنا قاعدين بنلعب قاعدة بتخفي حاجة شريرة جدا. قصة اليوم مش نفس أي قصة حتسمعوها. قصة اليوم عن اللاعب رقم 0، شخصية ما كان لازم تكون موجودة، كيان غامض ظهر فجأة وترك أثر مخيف جدا لحياة الناس اللي واجهت هذا الكيان. هاي القصة يمكن تخليك تفكر مرتين قبل ما تبدأ تلعب أي لعبة رعب. في عام 2007 مطور ألعاب مستقل قرر أنه يصنع تجربة مختلفة في عالم ألعاب الرعب، لكن حب يصنعها بفكرة جديدة. حب أنه يضيف الذكاء الاصطناعي لهذه اللعبة، وبرمجة الذكاء الاصطناعي تمت أنه هو يتعلم من طريقة لعبك ويتكيف معاك ويطاردك على حسب لعبك. وقعد فترة طويلة وهو قاعد يبرمج في اللعبة وينتجها، ولما نخلص من اللعبة قرر انه يصدر اللعبة لعدد معين من اللاعبين. قرر انه يعطي اللعبة لاصحابه والناس القريبة منه عشان تجرب اللعبة وتعطي انطباعها الاول عن اللعبة. بعد ما الناس القريبة منه جربت اللعبة قرر انه يخلي اللعبة تنتشر على نطاق اوسع شوي من الناس القريبة منه، وناس تانية تجرب اللعبة، بس كانت لسه لعدد محدود من اللاعبين، ما تم نشرها بطريقة كاملة. وبعد كم من يوم بدأت التقارير تطلع عن اللعبة من الناس اللي جربوها. قاعدوا يقولوا انه في شخصية غريبة بس بتطلع في الزوايا، في زوايا اللعبة، الزوايا المظلمة بس بتكون موجودة فيها هاي الشخصية. والشخصية هذه ما بتتفاعل معاك، بس بتتم واقفة في نفس المكان، ما بتهاجمك ولا بتسوي لك اي حاجة، بس بتراقبك. وطبعا اصحاب البي سي ما خلوا الموضوع يروح، فقرر انهم يدخلوا على ملفات اللعبة. ولما دخلوا على ملفات اللعبة شافوا انه في شخص موجود، او شافوا اسم اللي هو اللاعب رقم 0. واللاعبين اللي بيلعبوا اللعبة بدأوا يلاحظوا اشياء غريبة موجودة، رسائل بتظهر في الشاشة فجأة. من بعض الرسائل هذه اللي كانت تظهر على الشاشة كان يكون مكتوب فيها: انا هنا، هل تراني، لا تغلق اللعبة. وكانوا يقولوا انه الموسيقى بتتغير لحالها، وقالوا كمان انه الخرائط اللي بتكون معاك تعاد تشكيلها بطريقة مخيفة، والأسوأ وجوه الشخصيات الرئيسية اللي بتبدأ فيها باللعبة بتكون مشوهة وعيونها سودة وابتسامات مرعبة. فهذا طبيعي لأنها لعبة رعب، بس هم أفوروها شوي. والأمور ما وقفت لحد هنا، بعض اللاعبين قاعدوا يحلفوا إنهم سمعوا أصوات عبر الميكروفون، يعني سمعوا أصوات داخل اللعبة كأنه واحد قاعد يكلمهم بالمايك، يعني نفس ما تلعب أنت ألعاب الأونلاين وتشوف المايك اشتغل من الخصم اللي ضدك، أو الشعار المايك اللي يطلع وأنت قاعد تلعب. هم قاعدوا يقولوا إنه إحنا كنا نشوف هذا الشيء وكنا نسمع ناس قاعدة تتكلم جوا اللعبة. وقاعدوا يقولوا انه الصوت هذا اللي كانوا يسمعوه او الميكروفون اللي كان يشتغل كان ينطق اسمائهم بصوت خفيف جدا، يعني كان يهمس وهو قاعد ينادي عليهم. وقاعدوا يراجعوا في التسجيلات، ولما راجعوا التسجيلات ما شافوا انه في اي اثر او اي صوت كان قاعد يكلمهم، بس هم قاعدين يلعبوا كانوا قاعدين يسمعوا الأصوات هذه ويسمعوا إنه في حد قاعد ينادي عليهم. هذه فئة من اللي جربوا اللعبة. الفئة الثانية قاعدة تقول إنه في مشاكل بدأت تواجههم في الواقع، أجهزتهم بدأت تتعطل، البي سي اللي قاعدين يلعبوا فيه قاعد يتعطل. وقاعدوا يقولوا إنه إحنا قاعدين بنشعر إنه في حد قاعد يراقبنا، وبتجيهم كوابيس متكررة. والكوابيس هذه كانت تكون أو كان يكون فيها الشخص الغامض اللي قلت لكم إنه بيكون موجود في الزاوية. قاعدوا يقولوا إنه هو هذا نفس الشخص يجينا في الكوابيس، ولما يشوفوه الشخص هذا ما بيتكلم معاهم وما إله وجه، بس قاعد يراقبهم. بعد أسابيع من تجربة الناس والشكاوي تبعت الناس، المطور هنا قرر يعطيهم واحد سمير سمكرة واختفى. وبعد اختفاء المطور اللعبة تم حذفها من الانترنت، لكن بعض النسخ المسروقة اللي عندهم نسخ مسروقة انتشرت أو قرروا أنهم ينشروها في الدارك ويب. وكل اللي جربوها واشتروا اللعبة قالوا نفس الكلام، انه في موجود اللاعب رقم 0 ما بيلعب، بس قاعد يتطلع عليك وبيهمس بصوت واطي وبينادي عليك باسمك. طيب الحين مين هو اللاعب رقم 0؟ هل هو خطأ برمجي؟ هل تجربة الذكاء الصناعي خرجت عن السيطرة؟ أم هي حاجة أعمق؟ في ناس قاعدة تعتقد انه اللعبة كانت بوابة، وان اللاعب رقم 0 ما كان من صنع الإنسان. ومن النصائح اللي قاعدوا ينصحوا فيها الناس اللاعبين اللي جربوا اللعبة هذه، قاعدوا يقولوا إنه إذا دخلت لعبة قديمة وظهر لك لاعب بلا اسم أو بلا ملامح، ما تقرب منه ولا تحاول تتفاعل معاه،
لأنه يمكن يكون نفس اللاعب رقم 0. الخوف وصل فيهم لهالدرجة. والله الأجانب إنهم مشكلة. إحنا العرب ندخل جراند تشوف اللي كاتب لك لا إله إلا الله بالإنجليزي، ولا تدخل كود 7 ولا كود 8 وتشوف اللي أساميهم XX ما أدري إيش وهذا، تقعدوا تسولفوا مع بعض لليوم الثاني. وفي النهاية أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، ولا تنسى تترك لايك إذا عجبتك القصة وتشترك في القناة، ويعطيكم العافية على المشاهدة. السلام عليكم.